السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأبان. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل صينية كيكة، قلت نعملها مع بعض. تجيبي صينية وتدهنيها من الزيت، تبطنيها زيت. أول حاجة هنعملها مع بعض كده، وبعد كده انزلي بمعلقه من الدقيق، بطنيها كويس كده. عايزه تدهنيها سمنه زيت مفيش مشكله، اللي متواجد عندك اعمليه. اول حاجه هنزل بثلاث بيضات، وبعد كده هنزل عليهم بمج من السكر البودره. لو عندك سكر من بتاع التموين مفيش مشكله، بس السكر البودره انا هحط مج ونص. لو عندك السكر العادي حط مج. وبعد كده انزلي بكيسين من الفانيليا عشان يمنعوا زفرة البيض. بعد كده اضربيهم بالمضرب كويس قوي. بعد ما ضربتها وجابت القوام ده معانا ولونها فتح بالطريقه دي كده، هنزل بمج من الزيت واقلبهم تاني، اديهم ضربتين كده مع بعض. بعد كده هنزل بمج من الحليب درجة حرارة الغرفة. ما تحطيش الحليب ساقع، انا بقول لكم على كل تركايه في الكيكه اهو. اعملوا بيه الخطوات دي هتطلع معاكم جميله وهشه وحلوه. وبعد كده جيبي نص مج من الميه وعليه كيس من الفروتي ودوبيه كويس. بعد كده انزلي على الخليط اللي انت عملتيه وقلبي بقى كويس الخليط كله مع بعضه كده. وهنزل بمعلقه من الخل الابيض، معلقه واحده. بعد كده هنزل باول مج من الدقيق، ولازم تدخليه وانت بتعملي العجينه. وادي المج التاني وادي التالت. وهنزل كيس من الكيك شيف، وهنزل بمعلقه كبيره من النشا، وهنزل بذره من الملح، ذره صغيره كده من الملح. بعد كده اقلبي بقى الخليط كله مع بعضه لغايه ما يندمج الخليط كله مع بعض. بصوا الخليط بقى جميل ازاي، بصوا
وكده جابت معانا القوام المظبوط. بصوا هجيب بقى الصينيه اللي انا بطلتها وهنزل بالخليط اللي انا حطيته كله. بعد ما افضيها بديها خطوتين كده لغايه ما تخرج الهواء اللي فيها، وحطيها بقى في الفرن على درجه حراره 200 الرف اللي في النص. وبكده بعد ما طلعت من الفرن اهي، بص اللون والجمال. اسيبها بقى تهدى وبعد كده اقطعها. انا قطعتها جميله ازاي، بصوا على الشوك حلوه ازاي. بصوا اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم. كومنت حلو منكم كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.